مساء الخير عليكم جميعا من يوم السابع، نحييكم في هذا اللقاء الذي يناقش فيه قضايا شائكة، قضايا تمس الطائفية والتكفير ونركز وذكر وتجاوزات وزارة الإعلام. نناقشها مع الزميل العزيز والنائب حاليا فيصل دوسان. مساك الله بالخير محمد. مساء النور يا هلا. قبل ندش بموضوعنا ابو محمد، كل واحد اليوم شاف الإعلام في الجريدة وشافني قال لي بتناقش فيصل دوسان، فيصل صار شيعي، شلون صار شيعي؟ عشان افتكر من هالسؤال من اليوم وبعد الحلقه بيك تجاوب حق الناس، وهي اظن اول مقابله تقول فيها القصه. انا ريحهم. اي الشراره الاولى انطلقت للتشيع عام 1979 عندما دخل جهيمان الحرم المكي واعلن من هناك انه يقدم المهدي المنتظر محمد بن عبد الله القحطاني. اذكر اني سالت سؤال: من هو المهدي المنتظر؟ اول مره اسمع بلفظه المهدي المنتظر، فقيل لي بانه رجل يخرج في اخر الزمان ويصلي خلف النبي عيسى، وقلت رجل بهذا العظمه ولم نسمع به، فامر يعني جدا خطير. من ذاك اليوم وأنا أبحث عن المهدي المنتظر في كتب أهل السنة والجماعة، وقرأت فإذا هو رجل جليل القدر عظيم المكانة، له إنجازات كثيرة وصلاح حال الأمة يكون على يديه. فقرأت قرأت 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 حتى وصلت، يعني نضبت مع يعني مصادر السنة في هذا الموضوع، فذهبت إلى مصادر الشيعة في هذا الموضوع ووجدت فيها بحثا طويلا عريضا، ووجدت أن الشيعة والسنة يشتركان في وجود هذا الرجل وفي علامات ظهور هذا الرجل. حتى يعني بدأت القراءات تنتشر، وأول مرة أسمع عن وجود أئمة غير الأئمة اللي عرفناهم، أئمة بني أمية وبني العباس والأيوبيين والمماليك. بعد ذلك يعني وجدت أنهم نعم الأئمة، ولكن لم أصل إلى قناعة كاملة. حتى بعد ذلك من خلال القراءات الكثيرة من خلال هذا وجدت أن يعني ما نحمله على الشيعة هو مردود عليه حتى في كتبنا نحن أهل السنة. بعد ذلك بقيت خطوة بسيطة. هذا الحين أنت سني قاعد تتكلم. نعم سني بسيطة. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أيدني برؤى عظيمة يعني القدر، ووجدت بركتها في حياتي. لا، ليست الحسين، رسول الله أولا، بعد ذلك الإمام المهدي المنتظر، ثم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وتكررت الرؤى بشكل متكرر حتى يعني متى الحكي هذا محمد؟ هذا كان سنة 1993. بعد ذلك خلاص اتخذت قرار اني انا اكون متبع لاهل البيت مباشرة كما يعني اعرفهم الان، وهم فرقة الشيعة الامامية الاثنى حتى تسلك الاحلام هذه محمد ولا؟ والله طرحتهم على عدد من ابناء السنة والجماعة، اللي قال لي مو صحيح، اللي قال لي لا انا اصدقك في جانب واكذبك في جانب اخر، او يعني انت اختلط عليك الامر في جانب اخر. والبعض يقول والله هذه الاحلام بركة، يعني لكن انا وجدت مصادقها في حياتي حتى أن يعني كثير من الأمور المستقبلية حدثت أنا وجدتها، أخبرت بها منذ سنوات وعرفت أن هذا الأمر حق. بس 79 كان عمرك 15 سنة، ما تحس أنه مبكر وايد على الموضوع هذا؟ نعم، لكن أنا لم أتشيع في ذلك الوقت، لكن الشرارة الأولى يعني لأن تفكر في المهدي وهذا. نعم يعني نعم يعني ذاك الوقت 79 الشباب كانت خضة عظيمة، رجل يدخل الكعبة ويقول أنا المهدي المنتظر، ويحدث قتال في أقدس مكان للمسلمين. أمر مو بسيط. أيضا الأمر الأخطر وهو أن نحن أهل السنة والجماعة نخفي أمر المهدي بهذه الطريقة. حتى أنا عندما سألت من هو المهدي قيل لي رجل يخرج في آخر زمان هذا المتوفر الموجود، يعني بهذه الطريقة. فقلت لا، رجل بهذه المكانة يجب أن يكون له مكان في كتبنا ولا يخفى بهذه الطريقة. وبالتالي أنا عبت على مذهبنا منذ سنة 79 إخفاء حقيقة المهدي المنتظر. نعم. أنا أسألك سؤال، هم يعني أمر المهدي أمر غيبي وهذا المتوفر، من يبون الحكي يعني؟ لا هو يعني وجدت أنا في مصادر أهل السنة والجماعة مثل الشيخ الله يحفظه جاسم هلهل عمل رسالة الماجستير مالته على موضوع كتاب المتقي الهندي في كتاب البيان في مهدي آخر الزمان. رسالة ماجستير رائعة راقية جدا، أنا قرأتها بالكامل، فوجدت أن كثير من الأحاديث غريبة عجيبة لا يتبناها أهل السنة. والمتقي الهندي سني وموجودة في كتابه، لكن الكتابات الحديثة للأسف تنأى يعني تتعمد تغييب المهدي بهذه الطريقة. لا أعرف لأن ربما لأن الخط الأموي لا مؤيدين ما زال إلى اليوم،
فيريد أن يبعد كل ما هو من شأنه جميل وينسب لأهل البيت. وأنت عارف أن المهدي المنتظر هو يعني رجل من ولد فاطمة. وحتى أن بعض الكتاب الذين يعني تشم من رائحة كتاباتهم رائحة البغض لأهل البيت، يقول لك لا هو مو من ولد الحسين، يعني جعلها قضية كبيرة، هو من ولد الحسن. هو شلون يبغى هو من ولد فاطمة؟ طيب أولاد فاطمة من وين؟ يا أما من الحسن أو الحسين، مو مشكلة ولد الحسن أو ولد الحسين، المهم من أهل البيت. فحتى يعني تصور الخلافات الصغيرة من الحسن أم الحسين يتعمدون جعل من الحسن، يعني حتى أنت عارف يبعدون عن خط الإمامة الذي جاء من خط الحسين. تعتقد أن في أمويين في الكويت لليوم يأيدون الدولة الأموية كذي يعني؟ نعم نعم. تعتقد؟ نعم. التأييد يعني مثلا الوزير الأسبق عبد الوهاب الصالح، عبد الهادي الصالح، وزع كتاب افتكر الصحيفة السجادية وفيها الدعاء على بني أمية. شوف كم واحد انتفض للدفاع عن بني أمية. طيب بني أمية ما فيهم صحابي إلا واحد يمكن معاوية بن أبي سفيان هو أول، والبقية ليسوا من الصحابة، فعلى أساس أنت يعني تدافع عن بني بس أمية. كوزير يوزع كتب وكذي هذه تقبلها أبو محمد؟ خلنا الاعتراض ما كان على الوزير يوزع كتب، الاعتراض كان على الدعاء على بني أمية. فأعتقد أن الخط الأموي موجود وبقوة، وهناك من يسعى. وعلى فكرة بنو العباس ورثوا الخط الأموي في العداء لأهل البيت، والأيوبيون كذلك ورثوا الخط الأموي، وما زال الخط الأموي للأسف يعني مزروعا بيننا إلى اليوم. وإن كان أصحابه لا يفتخرون ببني أمية، إلا أن الدفاع عن يزيد بن معاوية بهذه الطريقة القوية والفخر بيوم مقتل الحسين دليل على أمويتهم. عم يفتخر في مقتل الحسين. شوف مركز وذكر عندما يقول هذا محاورنا بعد إن يوم مقتل الحسين يوم عاشوراء هو يوم فرح. ابن تيمية وابن عثيمين في موقع الإلكتروني له يقول إن الفرح في يوم عاشوراء من البدع. ابن عثيمين في الوقت الحالي وابن تيمية في الوقت السابق، فتوتين موجودين جاهزين أنا اطلعت عليهم. طيب إذا كان ابن تيمية يقول هو يوم هو بدعة الذي يفرح بيوم عاشوراء، وبدعة مقابل بدعة الرافضة، هو مو قاعد يمدح الآن الشيعة، وأيضا لا يعني ضغط على الشيعة، ولكن يقول أيضا هؤلاء نواصب وهؤلاء رافضة، هؤلاء غير ممدوحين يقصد الرافضة بحزنهم على الحسين، وهؤلاء غير ممدوحين بفرحهم على الحسين. هذا هو موقف معظم أهل السنة والجماعة. عندما ينبري شخص ويقول أن هذا يوم فرح ويتداعى له 100 شخص بالتأييد، هؤلاء أكيد بقايا من بقايا بني أمية. 100 من عدد الكويت جنبه محمد. 100 شخص من الكتاب يؤيدون مركز وذكر، وانتفض له أكثر من نائب. هذا يدل دلالة واضحة على أن الخط الأموي موجود باقي بيننا. أليس من الأفضل أن يقول كل الكويتيين على اختلاف مشاربهم لفؤاد الرفاعي صاحب مركز وذكر إنك أخطأت بهذا الشأن؟ أنا قلت له أخطأت، إنك حطيت هذا اليوم يوم فرح، إحنا معاك، لكن هل يستحق فؤاد اليوم؟ وحاطها بالمطوية باللون الأحمر. ماشي، باللون الأحمر، يعني كأنه يقول رغم أنوف الشيعة هو يوم يستحق فرح. فؤاد اللي أنت تعرف عدل أن يصير عليه حشد في رميثية وخلينا نروح متشحين بالسواد؟ شوف فؤاد إنسان بسيط زاهد. يعني أنا زاملته في رحلة من رحلات الحج، رحلة إحدى الحملات السنية سنة تقريبا 80 أو 79 80 81 هكذا. شخص بسيط، وكان يأذن أذان صلاة وأنا أذن الصلاة اللي وراها. شخص طيب هدفه هداية الناس، لكن الروح الطيبة أو المقصد الطيب لا يغني إذا أنت أخطأت السبيل. مع الخوارج أيضا أخطأوا السبيل، يعني كانوا يعني يملؤون الليل صخبا بالدعاء والبكاء، ومع ذلك قتلوا صحابة رسول الله وبقروا بطون زوجة صحابي، ولهم تصرفات غريبة عجيبة. لكن مع ذلك النية السليمة ما تمنع. بس يقابلها حشد في رميثية؟ نعم. ليش؟ يستحق الحسين بن علي دماءنا، يستحق دماءنا وليس الحشد، دماءنا. هذه ما فيها. عندما يقول الحسين أما من ناصر ينصرنا، هذه الدعوة من ذاك اليوم إلى اليوم، ما دام في بني أمية وخط يعني مؤيد لبني أمية، أيضا أمام خط حسيني، ونفتخر بأن نكون حسينيون. أبو محمد، أكبر فخر لنا أن نخرج للدفاع عن الحسين بن علي. ما تقدر تغير هذه المشكلة بأسلوب أقل حدة؟ ما كان قدامك هذه الوسيلة؟ لا حشد كان حشد راقي جدا.
ما خرج مثل الحشد اللي كان موجود في جنوب الكويت هذا بنيله بعدين. اي كان حشد مثلا في خروج، وكان في صخب، وكان في انزعاج، كان هادي جدا، وكانت الهتافات هتافات دينيه بحته.